مشاهدينا، في متابعة مستمرة للقضية المأساوية اللي هزت الرأي العام المغربي والجالية المغربية بإيطاليا وأودت بحياة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير. أصدرت السفارة المغربية بإيطاليا بلاغا هاما عاجلا بخصوص هذه التطورات، بحيث أكدت السفارة المغربية أنها تتابع القضية منذ اللحظات الأولى وبأقصى درجات الاهتمام والحرص. وأوضح السفير المملكة المغربية بإيطاليا أنه تم تقديم تعليمات مباشرة وصارمة إلى القنصلية العامة للمملكة المختصة ترابيا قصد تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي اللازم والمساعدة والمواكبة المطلوبة لأسرة الفقيد في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة. كما أشار البلاغ القنصلي إلى تكليف القنصلية العامة بالحفاظ على التواصل الدائم والمباشر مع السلطات القضائية والأمنية الإيطالية المكلفة بالتحقيق، وذلك في احترام التام للاتفاقيات الدولية المعمول بها والأنظمة القانونية ذات الصلة. هذا وقد شددت السفارة المغربية في بلاغها الرسمي على أنه من مصلحة الجميع كشف الحقيقة الكاملة بشأن هذه المأساة عبر تحديد كافة الملابسات بدقة والشفافية والحياد التام، مجددة في الوقت ذاته ثقتها في القضاء الإيطالي وفي التحقيقات الجارية للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وفي ختام هذا البلاغ تقدم سفير المملكة المغربية بإيطاليا باسمه وباسم كافة أفراد السفارة والقنصلية بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد عبد الرحيم فقير، معبرا عن التضامن الكامل معهم في هذا المصاب الأليم. رحم الله عبد الرحيم فقير، إنا لله وإنا إليه راجعون. غادي نتابع معكم هذا الملف وغادي نوافيكم بكل جديد. هنا وصلنا لنهاية التقرير، إلى اللقاء تقارير جديدة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.